البطولة الوطنية المغربية تخربقت صراحة، ما بقيناش فاهمين شكون اللي غيدي اللقب، واش الجيش الملكي ولا الرجاء البيضاوي. كما عارفين ان البطولة الوطنية حاليا رجع فيها واحد المنافسة قوية، ما عرفناش شكون اللي غيدي البطولة الوطنية، وشكون اللي غيتقسم البطولة، وشكون اللي غيشارك في الكونفدرالية، وشكون اللي غيشارك بعصبة الابطال، وشكون اللي غيشارك في كاس العرب. المهم صراحة تخربقات، والسبب التخربيقة ديالها هي التعادل الجيش الملكي مع المغرب التطواني. هذه المباراة خلتنا نشوفوا المنافسة حتى اخر نفس، يعني حتى اخر جولة، وحاليا غادي نلعبوا الجولة الاخيرة من البطولة الوطنية. كمل معايا الفيديو حتى الاخر باش نعرفوا هاد الروينة كاملة. غادي نعرفوا، غادي نعطيو السيناريو الفرق، شكون اللي غيدي وكيفاش غيدي وكيفاش غيتقصى وكيفاش غيتأهل. المهم تخربيق في هذا الفيديو. كمل معايا الفيديو حتى الاخر باش تفهم كلشي، وما تنساش تقول لي شكون اللي غيدي البطولة الوطنية، قول لي التوقع ديالك، ولمن كتشجع في البطولة الوطنية، واش الرجاء، تطوان، فاس، مكناس، الرباط، شكون. وما تنساش تخلي معاك واحد لايك باش نكملوا في هذا المحتوى. دير لايك اصاحبي، راك ما خاسر والو، دير لايك وكمل معايا حتى الاخر. البطولة الوطنية او البطولة انوي حاليا تعتبر من اقوى المنافسات افريقيا، اللي حاليا فيها الدراما صراحة بين الفرق. والبطولة الوطنية المغربية بطولة زوينة صراحة. بزاف الناس كيقولوا ان الكاليتي البطولة راه حنا مصنفين 13 ولا 14 عالميا كاقوى منافسة في البطولة. خاصنا واحد الحاجة هي التعليق. حنا عندنا المعلقين زيرو تحت الصفر، معلقين ما كيعرفوش يعلقوا بالمرة، وما كيعرفوش كيف يوصلوا لنا الرسالة في الصورة من الصوت ديالنا، وما كيعرفوش كيفاش يلحلوا التعليق باش حنا نستمتعوا. حيت النص ديال حلاوه الكره هي التعليق، وحنا باش بغينا الكره بغيناها بالتعليق. كما كنشوفوا عصام الشوالي كيف كيدوي لك وكيف كيمدح لك وكيفاش كيكبر باللاعب غير التعليق ديالو. حنا كدول عربيه وكندويو باللغه العربيه خاصنا نشوفوا معلق محترف. شوفوا معايا غير هاد اللقطه، شوف في منطقة الجزاء ستيرلينغ سدده من دون رحمة، وفي الدقيقة الرابعة رحيم يضرب شباك وغولوريس ويصنع الفارق مبكرا جدا هنا في قدم اليمنى. دابا هذه مباراة في البطولة الوطنية، ولكن المعلق ماشي من بطولة. يعني حنايا خاصنا غير معلق والسلام. ما كرهتش الجامعة الملكية دير شي مسابقة خاصة بالمعلقين، حيت المواهب عندنا. انا صاحبي معلق، صاحبي حسن الشوالي، اقسم بالله حسن السوالي. مباراة عادية في الحي، مباراة عادية في الحي ولا في المدرسة يقدر يخرج لك شي حاجة الهربة. ولكن البطولة الوطنية البيع والشراء فيها عندك تعلق، ما عندكش والله لا علقت. المعلقين ديال اخر الزمن عندنا كرة عند سانتوس والهدف. واش هذا معلق؟ واش هذا معلق؟ حنا باقي خاصنا غير التعليق والسلام. والملاعب طبعا نتوما عارفين الملاعب ماجين مع الطريق، ولكن كنطالبوا فوز القجع يدير شي مسابقات تعليق باش نشوفوا المواهب. اصاحبي الدراري خاصها تخدم، الدراري خاصها تعلق. يلا الجميع دير شي حركه، حنا معاك اصاحبي، حنا نبارطاجيو معاك. دير شي حركه، الشعب باغي، كلشي باغي. المهم خلينا من التعليق والبطوله الوطنيه وداكشي، واجي نشوفوا المنافسه اللي كاينه في البطوله الوطنيه. حاليا جوج ديال الفرق كينافسوا على البطوله الوطنيه، الجيش الملكي والرجاء البيضاوي. الرجاء عنده 69 نقطة والجيش عنده 68 نقطة، وعام كامل والجيش الملكي هي اللي مسيطرة لك على البطولة. بعد ما في الجولة الأخيرة الجولة 29 اللي المغرب التطواني طيحت لك الجيش الملكي، وحققت أحلام الرجاويين حاليا كيعليو السلام للمغرب التطواني صراحة، حيت الدراري تقاتلوا وما بغاوش يبيعوا ريوسهم رخيص. لك حنا غادي نلعبوا كما كنلعبوا دايما، وما غادي نشدوا لا رشوة لا حتى شي حاجة. تحية للناس تطوان وتحية للسكان ديالها واللاعبين ديالها والإدارة ديالها. هادشي كيعجبني في البطولة صراحة، اللي كتشوف فرقه كتعاني ماديا حاليا، ولكن هي ما باغياش الفلوس، ما باغياش تطيح الكارير والكرامه ديالها. قالت انا غادي نتقاتل، اللي بغى يوقع واللي بغى يربح العام طويل. داكشي اللي كان وداكشي اللي شفنا في الملعب. المغرب التطواني على شويه كانت غتفوز على الجيش الملكي، تعادل جوج كانت مباراه صراحه واعره واحتراميه، وهادشي اللي خلاني نحترم المغرب التطواني. وفي الجهه اخرى في الجوله 29 الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي في الديربي ديال كازا، الرجاء قدرت تفوز على الوداد ب1-0، وبذلك حاليا الرجاء هي المتصدره فارق نقطه واحده مع الجيش. وفي جهه اخرى ثلاثه ديال الفرق كيعانيوا الهبوط. عندنا فريق السالمي والمولوديه الوجديه والشباب المحمديه. فريق السالمي نقولوا ضمنات التاهل بسبب انها عندها 27 نقطه وطالعه بفارق الاهداف مع المولوديه والشباب المحمديه، يعني 90% ضمن التاهل. واجي نشوفوا الشباب المحمديه والمولوديه الوجديه. والمولوديه الوجديه هي اللي غتعاني صراحه، حيت غتلعب مع البطل هذا العام، غتلعب مع الرجاء البيضاوي. شوفوا على زهر اخر مباراه ديالها واخر فرصه ديالها غطيح مع
فرقه كتنافس على البطوله وما عندها حتى شي خساره عام كامل، وحالفه بحلوفه انها عتخانت التاريخ هذا العام كاكثر فريق بدون خساره في البطوله الوطنيه. مولوديه الوجديه والشباب المحمديه مفروقين غير فرق واحد، مولوديه عندها 26 والشباب المحمديه عنده 25، يعني هاد الجوج غيتقاتلوا باش يبقاو في البطوله الوطنيه وما يطيحوش دوزيام سيري، حيت حاليا يوسف برشيد رسميا كطيح سيدي صافي ما بقاتش معنا، حيت عندها 20 نقطه طح مشات. والنهضه البركانيه حاليا هانيه ومريحه مع راسها، حيت ضمت المشاركه ديالها في كاس الكونفدراليه الافريقيه، حاليا عندها 52 نقطه، ما كتنافس يعني هانيه ثم هانيه. وعندنا 4 ديال الفرق كينافسوا على كاس العرب للانديه، وجوج اللي كينافسوا صراحه الفتح الرباطي والاتحاد السوالم اللي كينافسوا صراحه على المركز الرابع، حيت المركز الرابع كيلعبوا في كاس العرب. وحاليا الاتحاد السوالم والفتح الرباطي عندهم 43 نقطه لواحد. وعندنا في جهه اخرى اولمبيك اسفي والوداد حتى هما كينافسوا على كاس العرب ولكن بعيدين بزاف، خاصهم يستناو الفتح والسوالم يخسروا باش هما يتاهلوا لكاس العرب، واحد فيهم يقدر يتاهل ولكن صعيبه صراحه الوداد واسفي. يعني اخوتي حاليا البطوله الوطنيه تخربقت صراحه، هل اللي باغي يشارك بكاس العرب، هل اللي باغي يبقى في البطوله الوطنيه وما يطيحش دوزيام سيري، هل اللي باغي يدي البطوله الوطنيه، المهم تخربط. والجوله الاخيره غتكون منافسه حيت غتلعب موعد واحد في ساعه واحده كلشي غيلعب. المهم دابا اجي نشوفوا السيناريو الاصعب حاليا، هي الرجاء واتحاد المولوديه الوجديه، مباراه حاسمه صراحه، المولوديه كتنافس على البقاء والرجاء كتنافس على الدوري. الرجاء البيضاوي عندها حل واحد هي تفوز بهذه المباراه ورسميا البطوله ديالها. اذا تعادلت مع المولوديه الوجديه يعني خاصها الجيش تعادل حتى هي ولا تخسر، حيت الجيش الملكي اذا تعادلت والرجاء خسرت الرجاء هي اللي عندها البطوله، غيكونوا متساويين في الارقام ولكن بالفرق لا ثم لا. الرجاء البيضاوي اذا خسرت والجيش الملكي اذا تعادلت غيكونوا متعادلين في النقاط صراحه، ولكن فارق الاهداف الجيش الملكي زايده، يعني الجيش الملكي هي اللي عندها البطوله اذا الرجاء خسرت والجيش تعادلت. طبعا خربطكم تخربطوا صراحه. المهم اجي نشوفوا السيناريو ديال المولوديه الوجديه. المولوديه الوجديه خاصها ضروري تفوز باش تضمن البقاء ديالها، واذا تعادلت المولوديه الوجديه مع الرجاء خاصها تستنى الشباب المحمديه تعادل ولا تخسر، واذا خسرت المولوديه الوجديه خاصها تستنى الشباب المحمديه حتى هي تخسر. حاليا المولوديه والشباب مفروقين غير نقطه واحده، المولوديه زايد على الوداد نقطه واحده. الشباب المحمديه عندها مباراه سهله مع اتحاد طنجه، تقدر تفوز تقدر تعادل، المهم تقدر تفوز صراحه حيت كاين البيع والشراء في البطوله نتوما عارف. المهم المولوديه الوجديه والشباب المحمديه كيعانيوا الهبوط، واحد فيهم غادي يهبط. ودابا اجي نشوفوا السيناريو ديال الجيش الملكي. الجيش الملكي غادي يلعب مع الفتح الرباطي، الفتح الرباطي كتنافس على كاس العرب، يعني كتنافس على المركز الرابع باش تلعب في كاس العرب للانديه، والجيش الملكي خاصها ضروري تفوز المعلم، خاصها تفوز في هذه المباراه وتستنى سقوط الرجاء البيضاوي، التعادل ولا تخسر الرجاء. يعني الجيش الملكي خاصها تطلب من ربي وتطلب للشباب المولوديه الوجديه باش يتعادلوا الرجاء ولا يخسروا. وعندها واحد الزهر اخر، اذا تعادلت الرجاء البيضاوي والجيش الملكي حتى هي تعادلت يعني الجيش الملكي غادي البطوله بفارق، يعني بالفرق المعلم بالفرق الاهداف، حيت حاليا الجيش الملكي زايده في الفرق على الرجاء. والفتح الرباطي حتى هي خاصها تفوز ضروري، حيت حاليا حتى السوالم اللي كتنافس على المركز الرابع باغا تربح وباغا تشارك كاس العرب للانديه، والوداد واولمبيك اسفي حتى هما باغيين يشاركوا في هذا الكاس ولكن صعيبه بزاف، خاصها تستنى تخسر الفات وتخسر السوالم ويخسروا واحد فيهم الجيش ولا اسفي باش واحد تبقى وفارق الاهداف، خاصها تماركي بزاف. المهم صعيبه صراحه الاسفي والوداد باش يشاركوا في كاس العرب للانديه في المركز الرابع. المهم دابا المنافسه الحارقه بين الفتح الرباطي واتحاد السوالم. يعني اخوتي البطوله حاليا مخربقه صراحه، السيستم ديالها تخربق، كلشي غادي يلعب مضغوط الا نهضه بركان اللي عندها مباراه ضد نهضه زمامره، ما كتنافس على البقاء، ما كتنافس على التحدي، ما كتنافس على والو. والنهضه البركانيه ديجا ضمنت البقاء ديالها وديجا ضمنت التاهل ديالها للكونفدراليه الافريقيه حيت هي في المركز الثالث وحتى شي واحد ما كينافسها. ناري على بطوله اخوتي، بطوله رجعت فيها المنافسه. باقي خاصنا واحد الحاجه هي الملاعب، والملاعب ماجي في الطريق حيت ماجي كاس العالم 2030 وكاس افريقيا انتم عارفين. وخاصنا واحد الحاجه هي المعلقين، كنطالبوا انا غادي ندير فيديو في تيك توك حيت في تيك توك الفيديو كيطلع فايرال، غادي ندير فيديو في تيك توك وغادي نطلبوا الجامعه الملكيه باش تجيب لنا معلقين محترفين، معلقين اللي كيجيبوا القافيه في الكلام ديالهم، معلقين اللي كيحمسوا البطوله، معلقين اللي كيفرجونا وكيخليونا نكملوا بارديدو، معلقين اللي يشرفوا بينا ويشرفوا بالدول العربيه والدول اللي الجانب انتم كتعرفين. المهم اخوتي اللي كمل معايا الفيديو حتى الاخر يقول لي شكون اللي غيدي البطوله وشكون اللي غيبقى في البطوله، ويدير هاشتاغ نريد معلقين جدد بالبلوس على هاشتاغات نريد معلقين جدد باش الرساله توصل ديالنا.